اقسم بالله ببقى شاكك فيكوا، لانك بتروحي تقعدي تاكلي انت واولادك هنا وبتجيبوا لي الاكل انا على السرير واقعد يا حبيبي بتقسم بالله عشان ما تقومش هتروح النار. وتتعب والجو برد عليك وخليك في الحق سريرك. عليا اللي باكلك في السرير. كام حته؟ ادي 1 2 3 4 على لا قد إيه؟ كتير كتير والله. طب ليه هو انا طفص للدرجه دي؟ لما انت عامله لحمه ورا برضه بيبقى معايا ناس والله العظيم في الكورس الاقيهم من تحت كده وياكلوا بتاكلوا ايه؟ ما انا جايب عامل سندوتشات جبنه، ابص الاقي ورك فرخه، ابص الاقي حته طب لحمه. اقول لك على حاجه، والله شكلنا انا هو من يوم ما الدنيا غليت يا حنان وشاكك فيكي. ما بشوف الا فرو كلاب مرمي والقفازات بتاعته والديل والايه والديل والايه القفازات القفازات اللي هو بتبقى الحوافر. اه. انت ليه ما بتاكليش معانا لحمه لما بتتعمل يا حنان؟ طب هم قالوا لي ما حلفكيش بمش عارف ايه. بالله يا شيخ ليه بتبقى قاعده جنبنا وتقول معدتي اصل بطني اصل انا شبع؟ سيبنا بقى من تهريج الشيف، وبوعدك اسيب لك كواليس التصوير كلها في اخر الفيديو عشان الناس اللي مش حابه تتفرج عليها. ايه اللي انت جايباه ده يا حنون؟ جايبه لحمه. ايوه لحمه يا جدعان، هو احنا مش من نفسنا مره نجرب لحمه النعام يعني ولا ايه؟ ما انا لو مولوده في بقي معلقه دهب اكيد كنت عارفاها وعارفه طعمها، بس عشان مش مولوده في بقي معلقه دهب وشقيانه زيكم قلت اجرب وادوق مره. وسعرها قريب قوي من اللحمه العاديه. اللحمه عند الجزار ب 450 جنيه، دي سعرها 500 جنيه. جبت نص كيلو موزه، الحاجه اللي انا واخده عليها، وقلت اجربها. بتيجي البيت كده متغلفه فاكيوم متجمده. الحقيقه ريحتها حلوه. هو انا قلت هضحي بس بالمبلغ اللي انا دفعته على اساس ان انا ابقى عندي برضو العلم بالشيء، وبعدين اقول لكم رايي وابقى انا فداكوا لو طلعت وحش. بص يا ستي، بتيجي لحمه صافي بدون اي دهون، وده ما يميزها. ريحتها حلوه جدا، متقفله كويس جدا، وانا طالباها من شركه نعام العاصمه. مش بعمل لهم اعلان والله، ولا يعرفوني ولا اعرفهم، انا بس بشوف اعلاناتهم على الفيسبوك كتير جدا، وطول الوقت نفسي اجرب، فقلت يلا ما يجراش حاجه نجرب مره. حطيت معلقه سكر في الطاسه، ودي طريقتي انا، هم باعتين لي طرق اشتغل بيها، قلت لهم لا عنكم انتوا بقى، ده انا الشيف حنون، بس ما قلت لهمش يعني، ده بيني وبين نفسي. معلقه السكر اتكرملت كده، حطيت لها معلقه سمنه، وخدت اللحمه غسلتها، طبعا قطعتها مكعبات لانها كانت جايه قطع كبيره، وانا ناويه اعملها كباب حله بطريقتي. غسلتها كويس جدا، وهي ملهاش ريحه خالص، ريحتها حلوه جدا. وقعدت شوحتها كده، حطيت لها شويه ملح وفلفل اسمر وحبهان بس عشان اعرف طعم اللحم. لا حطيت بقى بهارات لحمه ولا حطيت اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تغير طعمها، يبقى ملح فلفل اسود حبهان ومعلقه سكر في الطاسه الاول كده، المعلقه تتكرمل. معلقة السكر دي مهمتها حاجتين اتنين، اولا تديني اللحمة اللون الحلو قوي اللي انتوا شايفينه، ولسه هتدي لون احلى كمان. كمان لو هي هتاخد سوا، لان انا اول مرة اجربها، هتساعدها في انها تستوي اسرع كمان. قلبتها كويس جدا مع معلقة السكر ومعلقة السمنة، والسمنة واخداها من السمنة القمر اللي احنا عاملينها مع بعض من دهن الكلاوي، اقتصادية جدا، حلوة جدا، ريحتها وطعمها حلوين. الناس اللي بتتهمني ان انا بعملها كفيديو وخلاص، ما باكلش بيها، والله باكل بيها كل حاجة كل حاجة. شايفين كل ما اللحمة بتتشوح بتاخد لون بني عسل كده، وما تخافيش من معلقة السكر، ما بتبانش في الاكل. بعد ما اتشوحت كويس قوي، اديتها كوباية مية وغطيتها وسبتها 45 دقيقة. طبعا محضره لها بوكيه جرنيه اللي هو جزر، فلفل الوان، فلفل رومي، فلفل حامي، بصلايه كبيره متقطعه مكعبات كبيره. اي حاجه عايزه ما تحطيهاش من كل ده ما تحطيهاش، وممكن تاكليها كلحمه كده بس من غير اي اضافات، بس الاضافات اديتها شكل حلو قوي، وكمان اديتها طعم حلو جدا جدا. ممكن تحطي كمان بطاطساية صغيرة محمرة صوابع او قطع، يعني براحتك. تقدمي معاها مكرونة، تقدمي معاها رز ابيض لو ربنا اراد وجبنة يعني. انا بس قلت اديكم فكرة عن لحم النعام، ان انا جربته، لو عايزين تجربوه هو مستحق التجربة فعلا، طعمه حلو جدا. الفكرة بقى ان انا ما قلتش لاي حد في البيت ان ده لحم نعام، وسبتهم كلهم ياكلوا من غير ما يعرفوا، فاكرينها لحمة جاية من الجزار عادية. عجبت الشيف جدا. بنتي عبير بعد ما اكلت، وعبير دي اكتر واحدة عندنا في البيت انفة، قالت لي ماما ايه اللحمة دي جايباها منين؟ دي حلوة قوي قوي.
راحت اختها الله يسامحها كانت عرفت، قالت لها ده لحم نعام يا عبير. طبعا زعلوا مني لان هم متخيلين النعامة دي كائن رقيق ما ينفعش يتذبح، ما ينفعش يتاكل، ما ينفعش مش عارف ايه. فطبعا بقول لهم لو انا مولودة في بقي معلقة دهب كان زماننا بناكل لحم النعام عادي جدا، وانتوا متعودين عليه بتاكلوه زي ما بتاكلوا لحم بقري ولحم جاموسي، وما كنتوش قلتولي كده. بس كل شيء في الدنيا نصيب، احنا شقيانين شقى يعلم به ربنا والله العظيم، والحمد لله رضا، والحمد لله رضا. مش عارفه اقول لكم ايه، والله ما عارفه اقول لكم ايه، بس هي مستحقيه التجربه. طعم وريحه حاجه حلوه جدا. بس تعمليها كباب حله زي ما قلت لك كده، لحم النعام ما بيتسلقش. وربنا يستر، اخش ادوق الشيف بقى وايه نشوف الدنيا فيها ايه. هو ما يعرفش لحد دلوقتي دي لحمه ايه، ومش هقول له لحد ما ياكل، عمال يقول لي هو هو. بس انا لما هياكل وهعرف رايه هقوله لكم وانا بسجل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.